الحمد للمحمود الواحد المعبود، حمدا يدوم سرمدا وليس يحصى عددا. ثم الصلاة دائما تغشى النبي الخاتما، خير الورى محمدا ما طر طير وشدا. وبعد هذه السيرة موجزة يسيرة، واعلم بأن نقتصر على أهم ما أثر وما أذيع واشتهر في كتب أصحاب السير. فمولد الرسول كان بعام الفيل، وفي ربيع اشتهر في غرة 12، وقبل مولد النبي بأشهر موت الأبي، ومرضعات اللبن منهن أم أيمن، ثويبة حليمة الرائم الرحيمة. وكان شق صدره في 4 من عمره، وبعد ماتت أمه فزاد فيها يتمه. لكن عبد المطلب رعى رعاية المحب، وعمه من وده رعاه بعد جده. وكان نعم الوالد الدافع المساند، فسار نحو الشام متاجرا في عام، ومعه محمد يحفظه ويسعد. سار به لما رحل ينزله حيث نزل، فأبصروا السحابا تظلل الركابا. وصادفوا بحيرا العالم النحريرا، فقال رد أحمدا أخشى عليه الحسدا. وكان أشرف الورى في عمره 12، وسار للتجارة للحرة المختارة خديجة ذات الحسب شريفة جدا وأب. وكان عمر المصطفى 25 وفى، ثم قضى تزويجه بأمنا خديجة، فكان منها القاسم وزينب وفاطم. كذاك عبد الله رب الجبين الزاهي، وأم كلثوم كذا رقية نفح الشذا. في مكة نشأته وذاع فيها صيته، سموه عن يقيني بالصادق الأمين. ومشهد الرسول بها حلف الفضول، أعان في البناء للكعبة الغراء. وحكموه في الحجر كما بذا صح الخبر، وعمره 5 مضت بعد 3 انقضت. وكان يخلو في حرى يعبد خلق الورى، وبعد 40 فيه التقى الأمينا. فكان بدء ما نطق به أوائل العلق، فرجع الرسول لزوجه يقول قد كدت يومي أهلك لما أتاني الملك. فإذ بها منطلقة إلى الكريم ورقة، أخبره بما حصل وما عليه قد نزل. فقال بعدما استمع يا ليتني فيها جذع، ثم دعا سرا إلى دين الهدى ممتثلا. وكان بالتمام 3 الأعوام، أيد بالآيات خوارق العادات. وأسلم الجن على نخلة لما أنتلا، ورجعوا في عجل يدعون للمنزل. ثم دعا جهارا وأنذر الكفار، فرد قوم دعوته وأكثروا أذيته. وعذبوا من أسلم وبعضهم قد أعدم، وحفظ الله النبي بعمه ذي الحسب. وسألوه آية تدعو إلى الهداية، فكان شق القمر وعبرة المعتبر. فلم يطيعوا أمره وقد أرادوا ضره، ففر بعض الصحب من نصب وكرب، من مكة المستوحشة إلى بلاد الحبشة. فكان كل من هجر من الرجال 11، أما النساء 4 لما تناهى الوجع. وابن أبي قحافة
فهاجر من مخافة وعاد في الجوار من بعد هجر الدار. وهذه أولاهما وتلكم إحداهما. ثم تلا النجم وقد في آخر النجم سجد، فسجد الكل معه وكل من قد سمعه. فعاد بعض من هجر إذ أنه زال الخطر، ظنوا قريشا أسلموا وبالكتاب اعتصموا. لكنه وبعد ذا زاد عليهم الأذى، فهاجروا في الثانية نحو القلوب الحانية. وكان كل العدد على 80 زدي. وأسلم الفذ عمر جهرا وللدين نصر. ثم حصار الشعب من أكلهم والشرب، فدام عامين مع ذاقوا الضنا والوجعا. ومات بعد عمه فزاد فيه غمه، إذ أنه كان السند يحميه من كل أحد. ثم خديجة قضت في عامه توفيت، وقد أتم عقده من بعدها بسودة. ثم مضى للطائف يطلب أمن الخائف، فحرضوا من رجمه بغيا وأدموا قدمه. وبعد ذا العناء سلاه بالإسراء، ثم العروج للسماء به ترقى وسما. فيها الصلاة فرضت 50 ثم خففت. وكان وقت الموسم يدور بين الخيم، يقول من يؤويني من العدا يكفيني. فوافق الهمداني السيد اليماني وقال سوف أعجل لمن ورائي أسأل، والوعد بعد عامي يا أشرف الأنام. فجاء من المدينة القلعة الحصينة وفد من الأنصار وخيرة الأخيار. وكان ذا في رجب بيعة وفد يثرب، في سنة 11 من بعث أشرف البشر. والعدد 12 فبايعوا المبشر. ومر عام واحد حتى إليه عاودوا، وبايعوه الثانية أهل القلوب الحانية. 70 كان العدد وما توانى أحد، كلاهما في العقبة ونفذوا ما طلبه. ثم إليهم هاجرت جماعة وسافرت 20 شخصا قد هجر، منهم أبو حفص عمر. والإذن بعد نزل للمصطفى أن يرحل، فجاء وقت الظهر ملتفعا في ستر. إلى أبي بكر أتى وللرحيل وقتا، فدخلا في الغار خوفا من الكفار. أوى 3 فيه للستر والتمويه، والمشركون اجتمعوا لقتله ووضعوا ملا لمن يقتله ونحوهم يحمله. فاقتصهم سراقه وأسرع انطلاقه، حتى إذا ما أوشك للمصطفى أن يدرك، فساخ ساق الفرس كالعاجز المنحبس. فقال لن أضركم وسوف أخفي أمركم. واستأجر ابن أرقط خريت لم يفرط، وقد أناخ المركب ضحى على أرض قبى. أسس فيها المسجد منار خير وهدى، وسار بالركوب إلى أبي أيوب. وفي الطريق جمعا وللصلاة شرعا، وابتاع أرض المسجد بالثمن المحدد. فشيد البناء وبدأ الإخاء بين الذين ناصروا ومن إليهم هاجروا. وشرع الأذان جاء به البيان، رؤيا رأوها صادقا بالمفردات ناطقا. ووادع اليهود وأكد العهود. ثم زواجه على عائشة البكر تلا، وغزوة الأبواء بدء لقى الأعداء. ثم لسيف البحر لسلب مال الكفر، وخص خير باعث عبيدة بن الحارث بأول الرايات في أول الصولات.
فكان سهم سعد أول رمي الجند، وقد أتى بواطا وأهلها أحاطا، ثم إلى العشيرة جد إليها سيره، وبعدها لبدر يطلب كرز الفهر، ففاتهم وفرا وتلك بدر الصغرى. وبعد غزو نخلة تحويل أمر القبلة، وذا بعام 2 في أصرح القولين، وفي ثنايا العام الأمر بالصيام، وكان خير شهر موعد يوم النصر، فقد أذل الكفر ربي ببدر الكبرى، وضمن أسر الكفر عم الرسول البر، والقتل بعد الأسر لعقبة والنضر. ثم سليمان قد غزا بنفسه تجهز، وقينقاع بعدها لما أضاعت عهدها، وبعد ذا الأمر يلي فاطمة الزهراء علي، ثم غدا وضحى في يوم عيد الأضحى، وبعد كشف الكرب دعا لقتل كعب، ثم السويق حيث فر صخر وبعد ذي أمر، وبعد ذاك قرقرة يطلب جمع الكفرة، ثم إلى بحران وما التقى الجيشان، والغزوة المسددة على نواحي قردة، ثم تزوج الأغر بحفصة بنت عمر، وبعد تلك زينب إلى هلال تنسب، والكفر بعد حشدا وجاء بغيا أحدا، فكان مقتل الأسد حمزة ذي البأس الأشد، وجرح الرسول وهو بها يصول، وجاء حمراء الأسد فلم يقابله أحد، ثم ابن عبد الأسد سار لجمع أسد، كذا أنيس رحلا إلى هذيل عجلا، ثم على الرجيع الغدر بالجميع، في عضل والقارة الفئة الغدارة، وغدرة الأعداء بخيرة القراء، عدا عليهم غادر ابن الطفيل عامر، والأمر للنذير يجلي بني النضير، وبعد أن قد تممه بنى بأم سلمة، ثم على الوعد أتى بدرا على ما وقتا، وبعد ذاك أرسل جيشا يهز الأسل لطيء وأسد، فلم يجد من أحد، ودومة الجندل قد جاء ففرق العدد، ودعا بعد الأمن عيينة بن حصن، والخمر حرم النبي ثم زواج زينب، والأمر بالحجاب كان على الصواب، في رابع السنين من هجرة الأمين، وفي المريس عنقي غزا بني المصطلق، وفي السبايا المغرية زوجته جويرية، وقام أهل الشك فيها بنشر الإفك، وغزوة الأحزاب ضائقة الأصحاب، ثم قريظة اليهود الناكثين للعهود، ثم اصطفى ريحانة رفيعة المكانة، ثم مضى العدنان إلى بني لحيان، غزاهم وعادا وذاك في جمادا، وبعدها جيش الخبط لساحل البحر فقط، ثم إلى الحديبية صلح الشروط المنكية، وبيعة الرضوان عند اختفاء عثمان، وبعد ذاك أرسل إلى الملوك الرسل، ونال في الهدية مارية القبطية، له منها الكريم الابن إبراهيم، وبعد هذه قرد عند فرار المعتدي، وبعد ذا عرينة وعكل المهينة، وبعد فتح خيبر كان مجيء جعفر، ووضعوا السم له في الشاة كي يقتله، ثم اصطفى صفية
البرة التقية، وحرم التمتع ولحم حمر منع، وخطبة العدنان بنت أبي سفيان، وكان قد أمهرها وللنبي سيرها، خير الملوك أصحمه ذو السيرة المكرمة، وبعدها فتح فدك أحرزها من دون شك، ثم إلى وادي القرى غادره منتصرا، وصالح التيماء لتحفظ الدماء، ثم إلى ذات الرقاع ولم يكن فيها قراع، بها صلاة الخوف واضحة في الوصف، ثم لعمرة القضاء في سابع العام مضى، وضم أكرم البشر ميمونة في ذا السفر، ثم إلى مؤتة قد وجه جيشا ذا عدد، وبعدها السلاسل والنصر فيها نازل، ومكة قد فتحا فأشرق النصر ضحى، ثم إلى العزى مضى خالد حيث قوضا، وجاء عمرو بعدها سواع حتى هدها، وهد سعد الأشهل مناة بالمشلل، والوقعة الأليمة على بني جذيمة، ثم حنين وانتصر بعد عناء وخطر، ثم إلى ثقيف بجيشه الكثيف حاصرها، ثم رجع يقسم ما كان جمع، ثم مضى معتمرا ملبيا موقرا، وجد في المسير والسفر العسير إلى تبوك غازيا وللإله داعيا، والمسجد الضرار هدمه المختار، ثم ثقيف بعثت بوفدها وأسلمت، وهدم المغيرة الصنم الشهيرة، ثم وفود العرب جاءت شريف النسب، وفي تمام 9 حج بكل الجمع الصاحب الرفيق الناسك الصديق، وقال تم النسك فلا يحج مشرك ولا يطوف عاري من معشر الكفار، والخطب الشهيرة في الحجة الأخيرة لمح بالوداع في أطهر البقاع، ثم إلى الروم أمر جيشا يلاقي من كفر، أميره أسامة ذو القدر والإمامة، ومات خير البشر من قبل بدء السفر، والعمر عن يقين 3 مع 60، صلى عليه الله مسحت المياه من واكف السحاب والآل والأصحاب، وتم نظم الحسن بفضل مسد المنن، أرجو به السلامة من كرب القيامة